ما تشوف. طبعا هاي نص العائله الموجودين، 5 عوائل احنا بهاي الخيمه. يعني ننام هيك غاز وناس قعود، يعني حالتنا يرثى لها. اروح على مدير المخيم، قلت له يابا استاذ ازاد احنا هيك وش وضعيتنا؟ يقول لي انا ما داز على احد، ما داز على احد، مشكلتكم. يعني شنو هي خيمه ماكو اخرى يعني، او خيم اخرى ينطوكم؟ عندهم خيم بالمخازن. قلنا له احنا نجيب على حسابنا، ما يقبل. عم احنا نجمع بيناتنا ونروح نشتري لنا خيمه اخرى. احنا هسه احنا صاحبين الخيمه، وهسه ساكنين عندنا 5 عوائل. من يوم الجو طرق عمارهم، لا احد انطاهم مواد ولا احد انطاهم فراش، ماكو منا النوم بيهم ماكو. وهذا خطيه، هاي الزمن معوق هو وجهاله وحرمته وجهاله. هاي 5 عوائل احنا هنا، ورحنا عليهم وزعوا مواد، زاد عندهم مواد. احنا القديمين انطونا على حصه مال المواد، هم وزعوا لهم 5 والبقيه عافوهم. احنا ال5 عوائل اللي عندنا ما انطوهم مواد ولا انطوهم فراش، خطيه طرق ملابسهم لابسينها، ما عندهم اكل اصلا. طلعوا ماكو والله العظيم الناشد بيه. اذا صار لهم ايش قد يعني، انتم صار لكم ايش قد عايشين هيك؟ صار كم يوم انتم عايشين؟ انا قديمه، صار لي تقريبا 4 اشهر يعني بالخيمه. انا اول ما فتح الخيم جيت، بس خطيه هاي العوائل صار لهم شهر عندنا. هذا عندي ساكنين بالخيمه صار لهم شهر، لا مواد لا كل شيء ما انطوهم. وهاك شوف حالتهم هذه، ماكو كل شيء. نعم، يعني انتم من مركز سكرتي اكيد انتم كنتوا عايشين ببيت احسن يعني طبعا عفنا كل شيء، بيتنا راح، وحده منا سيارتنا راحت، بيتنا راح فجروه. مشكلتنا مشكله صعبه، هي هاي قاعده يا اخويا بهاي المخيم. احنا كنا هيك قاعدين، بيوتنا تفلشت، فلوسنا طبوا علينا، باقوا هالدواعش، كل شيء ما خلوا علينا. المنحه مالتنا احنا كلها اسمها طلعت، بس احنا الوحيدين اسمنا ما طلع. كلها يا مدينه احنا من الصينيه، كلها طلعت الاسماء مالتنا احنا ما طلعت. وانا حتى مريضه، حتى التقارير مالتي هناك ظلت بالصينيه، لا اقدر اروح اجيبها، لا حد يفعل هنا يعالجني. احنا عائله اكيد عايشين، كم نفر شلون عايشين بالخيمه؟ هذيك الخيمه مالتنا. زين، من دا توفرون يعني الاكل مالتكم؟ احد عندك ولد جديد يشتغلون؟ احد ما عندك؟ عندنا كل حد، اني زواج ما متزوجه، واختي مطلقه عندها ولاده 2، وعلى راتب الرعايه مالتنا احنا عايشين، وعلى هاي المساعدات اللي ينطونها، ناس ينطوها ناس ما ينطوها، وهاي تلحق على عيشتنا شلون. هاي حل الحمامات هذا. مسؤول من صلاح الدين من الحكومه العراقيه جاكم هنا؟ والله يجون على بس يجون من الاستعلامات هناك، يمنا ما يطبون علينا هنا، ناس يجون عليها وناس ما يجون عليها. قدموا لكم مساعدات؟ ينطون مساعداتي، بس هاي قبل فتره حتى النفط قطعوا من عندنا، ما عاد ينطون. معاناتنا معاناه صعبه. شوف شلون هذا تروحون انتم تنزلون الكركوك، تقدرون تسوقون يخلوكم تجيبون شيء من كركوك؟ والله ما يخلونا نعبأ، اللي يطلبون من عندنا هويه، يريدون من عندنا، هم طلبوا من عندنا كفاله، سويناها الكفاله نفس الشيء، ياخذون يكتبون لنا وصل وينطوا يم، ياخذون الجنسيه، الا ما نروح ما نرجع من البيت، ما نقدر نبات. اذا نبات يحاسبونا، يقول ليش وين رحتوا وين جيتوا. هاي اداره المخيم يعني؟ لا هاي السيطره مال كركوك. الله يساعدكم. احنا نتمنى انه ترجعون لبيوتكم، تنتهي هاي الازمه يعني تفض بخير وسلام يعني. واهم شيء حتى الناس لو ترجع على حجار، يمكن هي اهم شيء انه ترجع لبيتها. زين، والله هي احنا بيوتنا احنا ما نعرف شيء عنها، بس قبل فتره احنا جانا خبر قالوا بيتكم مضروب، واحنا من كنت انا موجوده هناك بالصينيه، طبوا علينا الجماعه، اخذوا من عندنا مبلغ 10 ملايين اخذونا، وكل ما حد احكي وياه يغلط علي ويطرد، حتى من البيت طردني. زين، يعني هاي شو يعني شو يسموها بالخير يعني، لا حد يسالنا، لا حد يجعل يشوف معاناتنا صعبه، هي هاي قاعده. مشاهدينا، على امل العوده الى مدينه تكريت وباقي محافظات مدن صلاح الدين.